مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بقناتي أكلة أونلاين. اليوم الفيديو تبعنا لحبايبنا الصغار هو ويبز شطائر من الجاتو بيناتهم حشوة من المارشميلو الرائع مع الزبدة. هلا المقادير رح تنقسم نصين، نص للجاتو نص للحشوة. المقادير: كاسة ونص طحين 180 جرام، زبدة 75 جرام، بيضة، زرف فانيليا، سكر بودرة 130 جرام كاسة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص كاسة حليب 120 ملي. أول شي بدي أحط الزبدة، لازم تكون الزبدة طرية وبدرجة حرارة الغرفة، بدي أخفقها بالخفاقة. هلا خفقت الزبدة والسكر، خفقتهم مع بعض لصاروا كريمة ما فيهم تكتلات وناعمين كتير. ضفت البيضة مع زرف الفانيليا وخفقتهم لوقت ما تضاعف حجم المزيج وصار لونه أبيض. هلا بدي أضيف الطحين، دفعة وحدة وقلبتهم بالمعلقة كمان. هلا ضفت الحليب، ضفت نص كاسة الحليب، ضيفوها شوي شوي مشان توصلوا لمزيج سميك شوي، ما لازم يكون مريء، فمشان هيك ضيفوا شوي شوي. خفقتها خفقة بسيطة بالخفاقة لمدة نص دقيقة مو أكتر. صارت جاهزة. شوفوا المزيج سميك هلا، بحيث إذا حطيته أنا بالصينية ما يغير شكله. حطيته بكيس حلواني وقصيت الراس. بطنت الصينية بورقة زبدة، الورقة راسمة عليها دوائر، لازم يكونوا بعاد عن بعض لأن هي بدها تفرش وتكبر بالفرن مشان ما يدقروا ببعض. قصيت راس الكيس وعملت دوائر مثل ما انكم شايفين، يعني تقريبا لفتين ونص فوق بعض بدهم يكونوا. حطيتهم بالفرن على درجة حرارة 180 لوقت ما يحمر الأرضية والوش ينشف تمام، ربع ساعة تقريبا. مقادير الحشوة: مارشميلو 150 جرام، كاستين سكر بودرة 260 جرام، زبدة 60 جرام، زبدة كمان بدرجة حرارة الغرفة، ظرف فانيليا، حليب 3 معالق ألوان غذائية. أخذت 3 معالق حليب حطيتهم فوق المارشميلو وحطيتهم بالميكروويف، بدي أحطهم كل 10 ثواني أطالعهم وأقلبهم. حطيت زبدة، حطيت فوق السكر البودرة، حطيتهم على الخفاقة مشان يخفوا مع بعض، كمان ضفت زرف الفانيليا. هلا المارشميلو كمان عم طالعه من الميكروويف مشان أحركه كل 10 ثواني، بتصير حبات المارشميلو بتذوب. المفروض استعمل انا حبات مارشميلو صغيره بس انا استعملت كبيره. هون ذابت معي حبات المارشميلو تمام، والزبده والسكر صاروا جاهزين. هلا انا كانوا ناشفين شوي، زدت لهم معلقه حليب. بامكانكم انتم اذا شفتوهم كريميات ما تزيدون شيء. زدت المارشميلو بعد ما خليته يبرد شوي، ما لازم اضيفه هو سخن. قلبتهم مع بعض وخفقتهم كمان خفقه بسيطه مشان يتجانسوا مع بعض. صارت الحشوه عندي اياها جاهزه. حشوه بتجنن كتير طيبه، ممكن استعمالها بكذا شغلة. هلا قسمت ل4 صحون وحطيت نقط من الملون الغذائي، اخترت أنا الأخضر والأصفر والأحمر والأزرق. بإمكانكم ما تستعملوا ملونات غذائية وتعيفوها على طاء الأبيض. وحتى الجاتو بإمكانكم تعملوه على كاكاو، تنقصوا شوي من الطحين وتحطوا قد اللي نقصتوه كاكاو، بصير جاتو أسود والحشوة بيضاء، بطلع كمان كتير حلو طيب. هلا حطيت اللون الأزرق وخلطتهم كتير منيح، بدي أقلبهم على كيس حلواني. ممكن تحطوهم بأكياس مونة عادي، بيعطيكم نفس النتيجة يعني. سكرت الكيس منيح. بدي أعمل نفس الشي مع بقية الألوان. قصيت الراس. هلا مسكت قطعة من الجاتو، شوفوا قفاها كيف رح يكون لونه غامق. حطيت المارشميلو، ما بدي أقرب على الزياء، بدي أعمل قبل الزيق بشوي لأني أنا بدي أحط القطعة الثانية من الجاتو وأكبسهم على بعض، فرح تفتح المارشميلو وتوصل للزيق. هاي حبيت أعمل كل الألوان على التسجيل. صاروا جاهزين، ممكن ناكلهم رأسا. غلفتهم بالكلينج فيلم كل وحدة لحالها وضلوا تازيات لوقت ما خلصوا. عجبوا أولادي كتير، عجبوا كل الصغار يذاقوهم، كتير طيبين. ممكن أعملهم كتير شطائر للمدرسة، حتى ابني هدا منهم لرفقاته كتير كتير حبوهم. بتمنى الفيديو يعجبكم. أما الفيديو اللي جاي فيديو خفيف كتير كتير شهي جدا، رز بحليب بالفرن، أكلة من المطبخ التركي للمغتربين واللي حابين يغيروا عن الشي اللي بيعرفوه. لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك بقناتي وتزوروا صفحتي على الفيسبوك ليان كيك. تدعموا قناتي، تدعموا الفيديوهات القديمة، كلهم رح يكونوا بصندوق الوصف أسفل الفيديو. صحة وألف هنا، باي باي.